السلام عليكم يا دكتورتي الغالية. حبيبتي عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بصي يا دكتورة هلا، أنا عايزة أسأل حضرتك في حاجة. هحاول أختصر لحضرتك. أنا قصتي شبه قصة حضرتك كده، يعني قريبة منها. يعني قصة فيه بصراحة لك قصص كتير. قصة فيه. أنا هقول لحضرتك دلوقتي. يعني من كام شهر كده يا دكتورة هلا، أنا سمعت فيديو لحضرتك بتاع النساء الملعونات، واخدت قرار ان انا يعني هلبس الخمار خلاص، وهغير لبسي كله وهلبس لبس شرعي يعني. الله عليك. والحمد لله اخدت الخطوه الحمد لله. انا من ساعه ما لبست الحجاب يا دكتوره، من ساعه ما لبست الخمار يعني صح، ولبست حجاب شرعي، واول مره نزلت بيه الشارع اكيد في حاجه اتغيرت جوايا يا دكتوره هلا، في حاجه حصلت انا مش عارفه ايه اللي حصل فيا، بس حياتي اتشقلبت خالص لدرجه ان انا يعني حتى يعني جيت في وقت قلت انا اكيد يعني مش هفضل كده طول عمري يعني انا ما كنتش ناويه اعمل اي حاجه في حياتي غير ان انا البس الخمار بس. جيت اعمل حاجه يعني من الحاجات المحرمات ما قدرتش اعملها، وفي حاجه جوايا حاجه اتغيرت خالص يعني. بقيت اسمع فيديوهات حضرتك، واسمع يعني حاجات دينيه وكده، اكني بسمعها لاول مره يا دكتوره هلا، اول مره اسمع الكلام ده. لدرجه ان انا يعني اكني لسه داخله الاسلام جديد يا دكتوره هلا. انا اكتشفت ان انا ما اعرفش اي حاجه خالص 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 عن الاسلام، وحاجات كتير حرام انا ما كنتش اعرف اصلا انها حرام، ما اعرفش اي حاجه خالص يا دكتوره هلا خالص. انا عايزه يا دكتوره هلا، عايزه اعرف اعمل ايه يعني. انا بحبك في الله وببلغك من المكالمه دي، دخلت قلبي والله يا دكتوره هلا، الله يرضى جداً الله يرضى جداً عنك يا امه الله. ادعي لي ربنا يجمعني بيكي في الدنيا ويجمعنا عند النبي عليه الصلاه والسلام. تاخدي بايدي يا دكتوره هلا، انا في الدنيا قبل الاخره يا دكتوره هلا، بالله عليكي تدعي لي دعوه. يجمعنا يا رب ويا رب يجمعنا عند النبي عليه الصلاه والسلام، ويفرحنا بقرب النبي عليه الصلاه والسلام. اللهم امين. اسمعيني يا امه الله، اسمعيني، وكل بنت، انا اي حد يكلمني هنقعد نعيط بقى، وسيبكم من التلفزيون والكلام الشكليات دي. بصوا يا كل بنت ارتضت الله عز وجل رب، والنبي صلى الله عليه وسلم رسوله، والاسلام دين، يا كل بنت ربنا كتب له، ربنا اراد لك يا امه الله انه يجيبك في طريق، ربنا عايزك، ربنا يريدك، ربنا بيحبك. بتقولي حياتك اتغيرت؟ طبعا. التائب ايه يا بنتي؟ حبيب الرحمن. فانت دلوقتي حبيبه الرحمن، فانا لما اجي اكلمك اقول لك يا حبيبه الرحمن تعالي تعالي. احنا نص الحديث بقى، احنا مالنا، احنا بنتمحك في الاحاديث اللي زي دي صراحه، ما بنصدق نلاقي حديث زي ده نمسك ونتشبث فيه. ادعو الله سبحانه وتعالى يتم عليكي، ادعو الله سبحانه وتعالى يفقهك في الدين، ويا رب يجعلك لسان حق يا رب في الاولين والاخرين، اللهم امين.